تجربة الكشاف الكهربائي. الأدوات المستخدمة في هذه التجربة قطعة صوف، قضيب نايلون، وكشاف كهربائي. الكشاف الكهربائي يتركب من كرة فلزية وساق معدني موصل بورقتين فلزيتين. أولا نقوم بدلق قضيب النايلون بقطعة الصوف كي نفصل الشحنات الموجبة عن السالبة. نقوم بدلقها باتجاه واحد، ومن ثم نقوم تقريبها بالكرة الفلزية دون ملامستها. نلاحظ انفراج الورقتين لأن الشحنات انفصلت، أصبح لدينا في الورقتان شحنات سالبة وفي الكرة المعدنية شحنات موجبة، ولأن الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب. وتسمى عملية الشحن هذه الشحن بالحث، أي شحن الجسم دون ملامسته. ثانيا نقوم بتفريغ الشحنات أو ما يسمى بالتأريض بوضع إصبعات على الكرة الفلزية. نلاحظ انطباق الورقتين لأن الورقتان أصبحت متعادلة الشحنة.